بصوا نادر ما انتم مصدقين انا اشتغلت في شقق كتير وقليل ما شفتش كده يا جماعه. في تسريحه فوق عند السقف. انا مبسوط ان انا هعمل الشقه دي عشان ان شاء الله نوريكم النتيجه هتطلع عامله ازاي. الموضوع كبير يا جماعه، الموضوع كبير جدا 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 فوق ما تخيلنا. احنا مش عارفين نخش الشقه. احنا حتى بنحاول نفضي الطرقه علشان يا حلاوه. بصوا يعني ممكن اعمل لكم زوم شويه. شايفين احنا مطلوب مننا النهارده ان احنا نسلم الشقه دي للعميل. يعني ان شاء الله ده هيتم ان هي تكون مفروشه. ده هيتم ازاي انا ما اعرفش فدعواتكم بقى. بصوا الموضوع حاولوا ما تشككوش فينا ان احنا مش هنقدر نعملها وكده. لا احنا هنعملها لان احنا دخلنا شبه كده بس بصراحه مش زي كده وطلعناه باحسن شكل. الموضوع في صوت جوه. انا سامع صوت هنا ربنا يسترها. يعني زي ما انتم شايفين بصوا الدهون، بصوا الدنيا، بصوا المواعين. هو ده بوتاجاز وده بوتاجاز وده بوتاجاز وده زيتون. في زيتون مخلل من سنة 35. احنا حرفيا مش عارفين نخش اصلا. بصوا كم الكراكيب يا نهار ابيض الكراكيب الموجودة في المكان. بصوا انا مش عارف ده ازاي. هو ده حقيقي. بصوا كل ده المفروض يعني ايه الذهب اللي ضايع؟ شوف الحمام. بصوا يا جماعة، بصوا الأرضية يا جماعة. الشقة مقفولة بقالها 8 سنين، كلها كراكيب، كل حاجة. دي أكتر مونتاج. الأرضية كلها كراكيب، السقف كله كراكيب. بصوا الكراكيب اللي في السقف بجد. بصوا المطبخ. انتوا دي مش شباب تطلعوها بره؟ منى بصوا دي أوضة، يعني دي المفروض أوضة. احنا طبعا مش عارفين نخشها بس ان شاء الله هنبقى نخشها. ده المطبخ. بصوا نادر ايوه انا عارفه. انا هصور وشك مفيش كده بتاع خلي دلوقتي احنا شغالين هنا وفضينا الطرق، ففي موقف غريب قوي مش عارفين نعمل فيه ايه. دلوقتي في اوضه المفروض ان احنا عايزين نفتحها. ليه مش عايزه تتفتح؟ عشان بصوا جوه شايفين الموضوع عامل ازاي. فالباب وراه حاجات فمتروس. فانتوا واخدين بالكم احنا لدرجه ايه؟ يا جماعه ممكن اوريكم الاوضه دي. بصوا كده احنا هنطلع، يعني انا دي مش ارض، انا كده هطلع على السرير. تمام. يا نهار بصوا كده شايفين يا جماعه. يعني ده كده السقف اهو، يعني دي كده الحته الكراكيب المسافه اللي بينها وبين السقف. شايفين ايه ده يا جماعه؟ انا نفسي اطلع لكم فوق والله اوريكم بس الموضوع عسل. انا لسه مكتشف الاوضه دي دلوقتي يعني زي ما انتم شايفين كده. انا بقى يا جماعه الشقه ما كانش حد ساكن فيها عشان بس نكون متفقين. ما كانش حد مقيم في الشقه اكيد. ما فيش حد هينام على السرير وهو كده. ده سرير اهو، ده سرير.
فده كان يعني هم ما تفهمش بقى كانوا بيخزنوا هنا ولا ايه اللي بيحصل. اوكي. الحمد لله الشقة خلصت والدنيا زي الفل. بصوا كده، طبعا كل ده انتوا كنتوا عارفين ما كناش عارفين. بصوا كده طبعا كل ده كان مقفول زي ما انتم شايفين. كل ما بتعرف تتحرك فيها الحاجة اترصت، البلكونة دي نطفت الحمد لله. الناس بقت بتتحرك في الشقة مفيش أي مشكلة. طبعا هي محتاجة ايه زيارة كمان للتلميع وكده، بس طبعا ده مش هيتم دلوقتي. استأذن حضرتك. هم اللي هيقلوا بعتهم دول الامهات. حمام تقدر تخش تستخدمه براحتك، المطبخ تقدر تخش تستخدمه براحتك. فالحمد لله والشكر لله. هي بس قابلتنا شوية كده حاجات، ان الشقة كانت فيها حاجات كتير قوي زي دي كده ما نزلتش، فكانت مصعبة علينا عملية التنظيف. بس الحمد لله وصلنا لحاجة 100 100 ونضفنا قدام الشقة والدنيا تمام.